الهداية يسأل. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بدأ هذه المنظومة بقوله: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل. فيها مسألتان، أو في هذا البيت مسألتان أو فائدتان. الفائدة الأولى أن المسلم عليه أن يسأل عما أشكل عليه في أمور دينه. ومن يسأل العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، ولا يسأل المتعالمين المتطفلين على العلم الذين يهرفون بما لا يعرفون، وكثير منهم مضلون. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الأئمة المضلين، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما أخشى على أمتي الأئمة المضلين. ولا بد أن يكون السؤال سؤالا علميا مركزا مفهوما يقصد به العلم والتفقه في دين الله، لا يسأل السؤال تكلف كطريقة أولئك الذين يحاولون أن يعرفوا الحكمة في كل عبادة أو في كل مسألة. نعم، ما شرع الله أمرا إلا لحكمة بالغة، لكن لا اطلاع لنا على كل حكمة. فإن عرفنا الحكمة أولا، فإن عرفنا الحكمة فبها ونعمت، وإن لم نعرف فيكفي من الحكمة قول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولا بد للمسلم أن يبين ويوضح عقيدته، وهذا دأب عليه كثير من السلف، كتبوا ملخصات لعقائدهم أو لعقيدتهم في مؤلف أو في مؤلفات ما زلنا ننتفع بها إلى اليوم منذ القرون الأولى.